السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جايه لكم بفيديو جديد، وبالتالي جايه لكم بوصفه جديده. هنعمل مع بعض الكيكه الجميله اللي انتم شايفينها دي، كيكه المشمش المجفف او كيكه الفواكه. انت ممكن تستخدمي اي نوع فاكهه، سيبك خالص من المشمش اللي انا حاطاه ده. انت ممكن تستخدمي اي نوع فاكهه انت حباه، ومش شرط تكون برضو فاكهه مجففه، لا حطي فاكهه طازه زي ما تحبي اللي انت حباه. انا بديكي افكار، وانتي تشتغلي باللي انتي بتحبيه وباللي موجود عندك. شايفين الكيكايه عامله ازاي؟ بجد لونها فاتح كده وجميله جدا بجد، وكان ريحتها حلوه، وكمان كان طعمها خيال. يلا بقى بينا ندخل الفيديو بتاعنا ونشوف المكونات البسيطه اللي احنا هنستخدمها في الكيكايه دي. طبعا معايا 2 كوبايه من الدقيق، كوبايتين من الدقيق، ومعايا كوبايه الا ربع من اللبن، ومعايا نص كوبايه من السكر. ومعايا طبعا الفنجان الصغير ده مش مليان زيت، يعني فنجان الا ربع من اللي هو الصغير ده زيت. ومعايا باكيت فانيليا، ومعايا برضو الباكيت اللي هو بتاع البيكنج باودر ده، انا كنت واخده منه يعني دي حوالي معلقه صغيره من البيكنج باودر. ومعايا بيضايه واحده، وده المشمش اللي انا هستخدمه في الوصفه بتاعتي. وزي ما قلت لك انت ممكن تستبدليه وتستخدمي اي نوع فاكهه انت حباه او ولادك بيحبوه. وينفع تستخدمي فواكه طازه، اي نوع فاكهه، مش شرط تكون مجفف زي ما انا استخدمت. انا بعمل او بديكي افكار، وانت تستخدمي بقى بالمتاح عندك وباللي انت بتحبيه. فانا طبعا معايا البوله اللي انا هستخدمها بقى في الخليط. واول حاجه نزلت بالبيضه بتاعتي، هنزل بقى كده عليها بالباكت بتاع الفانيليا، وهفكها كده من بعضها. وبعد كده وهرش عليها رشه كده من الخل. يبقى البيضه وحطيت عليها الفانيليا وحطيت عليها رشه من الخل، وعلى طول كده بالبودره باليدوي هفكها كده. وبعد كده هنزل عليها بالنص كوبايه من السكر، وافضل ادوب كده البيض مع السكر كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنزل على الخليط اللي معايا ده بالزيت، وبرضه هقلب تقليبه كده بالمضرب اليدوي زي ما انتوا شايفين كده. المضرب اليدوي بينجز يا جماعه، طبعا هي كيكه صغيره وبعدين بيضايه واحده، مش مستاهل ان احنا ننزل الخلاط. فهنخلط الزيت كويس مع السكر ومع البيضه، وبعد كده هنبدا ننزل بالكوبايه الا ربع لبن اللي معانا. وهنبدا بقى بالمضرب كده بايدينا لغايه السكر ما يدوب تماما وما يبقاش موجود. نفضل نضرب كده بالمضرب بتاعنا لغايه السكر ما يدوب تماما، ما يبقاش موجود السكر ولا كتل السكر خالص. هو عموما سكر ناعم يعني، وسكر يعني سنترفيش بس ناعم، مش سكر بودر. وبعد كده هبدا انزل بقى بالدقيق بتاعي مره واحده كده كله، بالكوبايتين الدقيق اللي معايا. بجد الكيكه دي والله بجد جميله جدا، ولو عملتيها يعني ولادك هيحبوها. نزلت بالدقيق، وبعد كده نزلت بقى بالمعلقه الصغيره اللي معانا اللي هي البيكنج باودر، ودي ذره كده او رشه كده صغيره من الملح. وهبدا بقى اخلط بقى بالمضرب بتاعي لغايه ما يوصل للقوام اللي انا عاوزاه. عاوزه بس اقول لكم ان الكيك ده بيكون قوامه تقيل شويه، مش زي الكيك الاسفنجي العادي اللي احنا بنعمله، اللي هي كيكه السفندي وكيكه البرتقال، بتبقى يعني قوامها متوسط. لكن الكيك ده احنا عاوزينه تقيل شوية، او قوامه تقيل يعني، بحيث ان هو يشيل الفاكهة بتاعتنا، بحيث ان احنا لما نحط الفاكهة ما تقعش في قاع الصينية تحت وتتحرق. فالكيك ده يعني الخليط بتاعه هيبقى سميك شوية او تقيل شوية. فاحنا طبعا خلطناه بالمضرب، هنقلب كده بالسباتيولا اللي معانا كده تقليبه كويسه. انا بوريكم يعني بالسباتيولا دي ان قوام الكيك ده تقيل شويه. معايا الصينيه دي اللي انا هستخدمها في الكيك النهارده. طبعا الصينيه دي خفيفه جدا، و يعني لو دخلتها الفرن كده لوحدها هتحروق الكيك. فانا حطيت في القاع بتاعها كده ورقه كده من الزبده، ودهنتها كده بالزيت زي ما انتم شايفين. وكمان هحطها في صينيه الومنيوم قبل ما ادخلها الفرن، علشان انا لو سبتها كده لو حطيت دي على طول كده منها للفرن كده هتتحروق طبعا، وهتحروق الكيك بتاعي. فانا نزلت طبعا بالخليط بتاع الكيك في الصينيه، هخبطه كده خبطتين وهوزعه كويس. وبعد كده هبدا اضيف الفاكهه اللي معايا او المشمش اللي معايا. انتي ممكن تعملي تجيبي الصينيه اصغر من دي وتعملي الكيك طبقتين، تحطي طبقه وبعد كده تحطي الفواكه بتاعتك في النص، وبعد كده ترجعي تاني تحطي الباقي من الكيك. لكن انا طبعا استسهلت وعملت كده، حطيتها كلها طبقه واحده كده في الصينيه، وهبدا احط الفاكهه بتاعتي على وش الكيك. وهتطلع جميله جدا، وهيطلع طعمها حلو قوي. الفواكه يا جماعه لما بتستوي على النار بصراحه بيبقى طعمها حلو. فانا طبعا معايا المشمش هقطعه كده قطع علشان ما يبقاش كبير كده يعني. هقطعه قطع متوسطه كده، وهنزل بيه على وش الكيك بتاعنا.
أنا في اليوم ده طبعًا كنت صايمة، وكانت الريحة بقى طالعة عليَّ مش عاوزة أقول لكم بجد الريحة كانت طالعة جميلة جدًا، ورغم إن المكونات بسيطة ورغم إن الكيكة اقتصادية، بس برضه كانت جميلة جدًا. أنا باحب ريحة الخبيز عامةً في البيت إذا كان كيكات أو معجنات أو أي حاجة، وخصوصًا في الشتا، بتخلّي البيت بتدفّي البيت كده وبتخلّي البيت ريحته حلوة يعني، تحسّي إن البيت مليان خير كده. فأنا خلّصت طبعًا وقطّعت المشمش زي ما أنتم شايفين، هابدأ بقى أحطّه كده على وش الكيك بتاعي، وزي ما قُلت لِك أنتِ ممكن تحطّيه في الوسط وتحطّي طبقة كيكة تحت وطبقة كيكة فوق، ما فيش أي مشكلة، وزي ما قُلت لِك مش شرط تستخدمي الفواكه المجففة، ينفع تستخدمي الفواكه الطازة ما فيش أي مشكلة. بقى بالشكل ده لمّا حطّيته كده على وش الصينية، هادخّلها بقى الفرن زي ما قُلت لكم هاحطّها في صينية ألمونيوم، مش هاحطّها كده مباشر في الفرن، لإن الصينية دي خفيفة ومش هتستحمل حرارة الفرن. طبعًا دخّلناها الفرن وخرّجناها بقت بالشكل الجميل ده، هي مفتّحة طبعًا من فوق، لإن زي ما قُلت لكم العجينة كان قوامها تقيل مش زي الكيكة العادية، يعني ده طبيعي إن هي تكون مفتّحة من فوق، يعني ما تفكّروش إن أنا مبوظة الكيكة ولا حاجة، لأ هي الكيكة دي كده، بتكون مفتّحة من فوق علشان الفواكه اللي موجودة فيها، وكمان عشان هي قوامها تقيل، فهي الكيكة كده تمام التمام وناجحة و10 على 10 يا جماعة. لو الكيكة ما فتّحتش منِّك مش هتبقى مضبوطة مش هتبقى الوصفة ناجحة. أنا خرّجتها بقى من الصينية كده، هنبدأ نشيل بقى ورقة الزبدة اللي في القاع كده، وهنبدأ نقطّعها برضه مع بعض علشان نشوفها من جوّه، إحنا شُفناها في أول الفيديو طبعًا، إن هي من جوّه خفيفة جدًا ولونها فاتح وما شاء الله جميلة جدًا، وكمان والله طعمها حلو أوي جرّبوها. هنقطع قطع كده بالسكينة علشان برضه نشوفها من جوّه شكلها عامل إزاي. ما شاء الله بجد جميلة جدًا، يعني لو جرّبتِ الكيكة دي هتنسى أي كيكة تانية. شايفين هشة جدًا وبعدين طرية أوي، وكمان يعني فيها فتحات كده، ده دليل إن هي يعني ما شاء الله سواها كويس، وكمان لونها فاتح جدًا، والله جميلة بجد كيكاية جميلة جدًا، والجميل فيها كمان إن هي مش بتكاليف كتير، يعني الكيكاية دي كلّها ببيضاية واحدة، وبرضه يعني كوباية لبن مش كاملة، معانا كوباية إلا ربع كوباية إلا ربع لبن، ما استخدمناش سمنة خالص. يعني هو يعتبر فنجان مش مليان من الزيت. شايفين أنا كنت باوريها لكم، بس أنا زي ما قُلت لكم كنت صايمة، فمش هادوق معاكم، أنا بس قطعتها كده علشان تشوفوها من جوّه، بجد كيكاية جميلة جدًا مع الشاي، حاجة تحفة كده ومن غير شاي ومن غير أي حاجة، هي لوحدها كده جميلة جدًا، يا ريت بقى تجربوها، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا ريت بقى تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش اللايك ما تنسوش اللايك يا جماعة بالله عليكم ما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باحبكم في الله.